السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ تعالوا نعمل مع بعض النهاردة فراخ المحشية بطريقة سهلة وبسيطة والطعم حكاية. جربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا وان شاء الله تعتمديها عندك. تعالوا يلا اقول لكم انا عملتها ازاي. هبدأ بقى ان انا اجيب حلة او صينية وهحط فيها معلقتين من السمنة وهنزل بيها وهنزل فيهم بالكبد والقوانص بتاعتي مقطعاها صغير وهسيبهم ان هما يعني يتشوحوا مش يتحمروا يتشوحوا بس. وبعد كده هنزل ببصلاية مبشورة بالشكل دوت وهبدأ ان انا اقلبها واسيبها اللي هي تدبل حاجة بسيطة. وهبدأ ان انا اغسل الرز بتاعي واصفيه خالص كويس وانزل بيه وهبدأ ان انا اقلبه كويس مع الخلطة ديت. وهبدأ احط البهارات معايا 7 بهارات ومعايا ملح وبابريكا وفلفل اسمر وبهارات فراخ ومكعب نص مكعب كده بسيط. وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض وهبدأ انزل بكوباية من المية. لو انت عاملة كوبايتين رز انزلي بكوباية واحدة بس من المية، عاملة كوباية انزلي بنص كوباية من المية، مش عايزاها تستوي كلها. جبت بقى بصلاية تانية مبشورة حطيت عليها 7 بهارات وفلفل اسمر وبابريكا وملح وبهارات فراخ وقلبت كل البهارات دي كلها مع بعضها مع البصلايه. هبدأ بقى ان انا اجيب الفراخ بتاعتي او الفرخة اللي انت عايزة تحشيها وهتبدأي ان انت تدلكي بيها الفراخ تدلكيها بيها كويس جدا ومن جوه من جوه الفرخة ومن بره الفرخة ومن تحت الجلد وتشربي كل الفرخة بالبصل والبهارات اللي احنا عملناها دي. وهبدأ بقى ان انا اجيب الرز بتاعي كده خلاص، يعني هو كده كان مستوي نص سوا. هبدأ بقى ان انا اجيب حاجة واحطه فيه واسيبه ان هو يبرد او يهدى شوية. قبل ما انزله من الحلة هبدأ اجيب بصلاية من اللي عليها البهارات اللي انا عملتها دلوقتي وهنزل ايه وهنزل بيها على الخلطة دي وهي سخنة. هبدأ بقى ان انا احشي الفراخ بتاعتي بالشكل دوت من قلبها ومن تحت من تحت الجلد ومن الجوانب من عند الورك كده. تبدأي ان انتي تحشيها كويس بس ما تمليهاش قوي عشان الجلد ما يفرقعش منك، عشان كده كده الرز بيزيد. تحطيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت وهتجيبي بقى كيس حراري هتبدريه بدقيق وهتحطيها فيه بالشكل دوت وتدخليها الفرن ساعة الا ربع. تطلع معاكي احلى فراخ مشوية هتدوقيها وطعمها ولا ألذ من كده. هتدعيلي ان شاء الله. جربي الوصفة ديت وما تنسوش لو اول مرة تشوفيني تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.